اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا بقى شوفوا لي بقى الفراخ العظمه دي. عملنا صينيتين فراخ بتتبيله واحده، بس الحشو مختلف تماما. اول حاجه ديت الفراخ بتاعتي كميه فراخ ما شاء الله تبارك الله. نزلت عليها بكميه البصل اللي انتوا شايفينها دي، اللي هو متقطع جوليان زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده نزلنا بكميه الفلفل اللي احنا عايزين. ممكن تنزلي بفلفل الوان لو انت حابه، بس كان الموجود عندي اللي هو الفلفل الاخضر بس. تمام. وهنا معايا جزرتين متقطعين حلقات، اللي هو جوليان يعني. وبعد كده معايا برضو بطاطستين كده ايه حلوين. ودي بقى التتبيله بتاعتي للفراخ كلها: بصل وكاري وكركم وبابريكا، توم باودر، بصل باودر، بهارات فراخ، فلفل اسود وملح. تمام تمام اوكي، مفيش مشكله. كل البهارات ديت اللي انا استخدمتها لصينيتين الفراخ. بعد كده همسك بقى الفراخ بتاعتي وشويه من الزيت وشويه من الخل. وبعد كده همسك الفراخ بتاعتي. عايزه اقول لكم ان انا عجنتها بالبصل والفلفل. كان في جزر في الاول زي ما انتم شايفين، وكان في بطاطس طبعا ركناها على جنب لان دي صينيه ودي هنعمل صينيتين، صينيه كده وصينيه كده. بعد كده نزلنا بحوالي ربع كوبايه من الزيت لكميه الفراخ. عايزه اقول لكم دي كميه فراخ ما شاء الله تبارك الله كبيره جدا. هنزل بقى بالزيت زي ما شفنا كده. وبعد كده عايزه اقول لكم ان انا دعكت الفراخ، تبلتها، بصوا دعكتها دعكه مع البهارات. وبعد كده هبدا ان انا ايه ارص نص الفراخ بتاعتي. هنا الجزر والبطاطس كنت برش عليهم رشه ملح. وبدات ان انا بقى اخد شويه من كميه من الفراخ بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. وهضيف عليها برضو شويه من التتبيله، اللي هي البصل بالفلفل زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم ان الصينيتين كان طعمهم احلى من بعض الصراحه، بس انا دايما بميل للفراخ اللي هي بالبصل اكتر. عايزه اقول لكم في 2 مليون طريقه فراخ، بس انا برضو طريقه الفراخ بالبصل دي بعشقها. تمام. وبعد كده نزلنا بقى بعصير الطماطم عليها بقى، وضيف الفلفل الاسمر والكمون. وادي الصينيه التانية اللي هي بالبصل والفلفل والبهارات. تمام. اسيبهم طبعا في التتبيله دي حوالي 3 4 ساعات. كل ما بقوا في التتبيله اكتر كل ما بقى طعمهم اقوى واحلى. تمام. دي بقى كميه الفراخ اللي انا عايزه اقول لكم الصواني دي كبيره، وكميه فراخ ما شاء الله تبارك الله كانت كبيره جدا. هسيبهم بقى في التتبيله زي ما قلت لكم حوالي ساعتين 3. وادي الفراخ بتاعتي بعد ما دخلناها الفرن اخدت لون بسيط كده. وكنا بنحاول ان احنا نقلبها من الجنب ده للجنب ده عشان تاخد لون حلو وتستوي وتبقى طعمها. عايزه اقول لكم ان كانت ريحتها جباره يا جماعه، خطيره خطيره بجد. التتبيله مع البصل مع الفلفل مع كله كان طعمه حلو قوي قوي في الفراخ. جربوها بالطريقه دي. عايزه اقول لكم كمان ان احنا مسوينها على الحطب. عارفين انتوا طبعا الحطب، في ناس تعرف في ناس ما تعرفوش، بس بيدي طعم حلو قوي قوي الفراخ. دي الفراخ اللي في البطاطس والطماطم، ودي الفراخ اللي بصوص البصل والفلفل بس. طريقته الاتنين حلوة، كانت جميلة جدا جدا. ريحتهم كانت خطيرة وجبارة. عايزة اقول لكم بصوا كل اللي اكل منهم كان بيسأل على الطريقة وعاملاها ازاي. عايزة اقول لك كمان هتبهري ضيوفك بيها. وتنفع كمان في العزومات، تنفع في لو في مثلا اللي هي الرحلات وكده، ممكن تجهزيها وتاخديها معاكي، يعني التتبيله وتاخديها معاكي على السوا بس. صدقيني هتطلع معاكي حلوة قوي. بطريقة بسيطة وبطريقة سهلة من غير دربكة ولا من غير اي حاجة خالص. واي خضار عندك في التلاجة ضيفيه.